ونرجع مرة تانية وحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الدورة الاستثنائية، الدورة المختلفة، الدورة ال35. منورنا دلوقتي نجمات مصر الكبار اللي على طول موجودين معانا في أي حدث وطني فني ثقافي، اللي مشرفينا ومشرفين كل المهرجانات في العالم. معايا ومعاكم النهارده النجمة يسرى والنجمة ليلى علوي. أهلا بيكم ومنورين مهرجاننا، مهرجان بلدنا، مهرجان مصر. وكمان معانا المطرب الشاب اللي اكيد بصمته هتكون مختلفه، سامو زين. ازيك يا سامو؟ ربنا يخليكي، ميرسي جدا جدا. طبعا يعني حاجه مشرفاني ان اكون هنا، بالذات ان هعمل ختام المهرجان. اكيد بالظبط. ويعني ربنا يسهل. طبعا مبسوط ان يكون معاكم ان شاء الله. لو تسمح لي ابتدي بليديز فيرست، وطبعا اتكلم مع نجومنا النهارده، وعايزه اعرف رد فعلكم النهارده بعد حفل الافتتاح. بص، كانت بتقول ان هي كانت بتعيط طول الوقت. مش انا لوحدي كنت بعيط، احنا كلنا كنا يعني ما بطلناش عياط. الصاله كلها كانت يعني في لحظه فيها جلل غير عادي. يسرى دورة مؤثرة جدا، دورة جداً مختلفة، واللقطات اللي حصلت والحاجات اللي احنا شفناها، وفي ناس راحوا مننا بتشتاق انهم يكونوا معانا في اللحظة دي، عشان كانوا هيقودوا حاجات كتيرة جدا، وكانوا يعني زي يوسف شاهين، زي اساتذة عمالقة كبار جدا. اللحظة دي فكرتني يا ليلى بينا امبارح واحنا داخلين التحرير. والله عندك حق. احنا عايزين نطمن عليكم امبارح من ميدان التحرير. كل اشاعات عادية، كلام كتير قوي 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 واشاعات كتيره جدا. ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ انا مش يعني بص، اللي حصل بالظبط ان احنا رحنا ودخلنا وقفنا في التريانجل بتاعنا وكانت الدنيا كويسه، بس جه حد زميل. الحقيقه انا مش كتر الزحمه مش فاكرين مين. احنا كنا كانت زحمه غير عاديه قوي قوي كلها. وبعدين عمري ما يعني مش هنسى اللحظه اللي اول ما اخدوا بالهم مننا انا وليلى، كانوا بيقولوا تحيا مصر. يسرى، ليلى، تحيا مصر، بقينا نقول معاهم. فدي لحظه من اعظم ما يمكن، مش قادره احكي لكم جمالها. طبعا ان في محاوله اغتيال شخصيات عامه، ده وارد في كل الاماكن، وده اللي بيحصل معنويا. طبعا اغتيالنا معنويا، بمعنى انك انت كل شويه لو في حاجه ايجابيه بتحصل لينا تبص تلاقي حاجه سلبيه طلعت في ثانيه تتقال علينا، وكلها ما بتبقاش صح. فارجوكوا يا جماعه ما تصدقوش الكلام اللي بيتكتب، ولا في النت ولا في التويتر ولا في الحاجات دي. صدقوا الحقيقه. طمنونا عليكي ليلى علوي. تمام، كويسه، يعني كله تفتكري مش عارفه، متهيالي الصوره اكتر من الكلام، او الحقيقه الصوره اكتر بتتكلم. من الكلام. الحمد لله احنا كويسين جدا. انا بشكر كل زملائي من النقابه ومن الاعلام، وبشكر ولاد بلدي وجمهوري اللي حوطوني واللي سندوني واللي ركبوني عربيه واللي مشوا ورايا بموتوسيكل، اللي ماشيين ورانا بجد. يعني انا عايزه اقول لك كان من اعظم. بصي شعور غير طبيعي. احساسكم ايه كام؟ نعم، احساسكم انتوا شخصيا ايه؟ بص انا عايزه اقول لك حاجه. يعني انا كنا رايحين انا ويسرى مع الوفد الفني، طبعا المبدعين والسينمائيين والفنانين من الاوبرا. وبعدين انا لقيت ابني بيقول لي انا عايز اجي معاكي. الحقيقه انا ما عرضتش عليه، وانا نزلت التحرير قبل كده، هو ما نزلش. فقلت الواد كبر وايه الجدعنه دي، طب يلا. يعني ايه، ما خفتش شجعتش. عمري ما خفت وانا نازله ميدان التحرير، ولا عمري هخاف وانا ماشيه بمد خطوه وحدي في اي حاره او في اي شارع في بلدي. انا في بلدي، انا عايزه اقول لك ولاد بلدنا واهل بلدي كلهم بيحبوني وبيحترموني وبيقدروني. انا اختهم وامهم وبنتهم وعمتهم وخالتهم وخالة ابني الحمد لله امبارح شاف ده بعينه. احنا حصل ان احنا لما جم ياخدونا الخيمه اتفرقنا عن بعض، لان نزلنا من الرصيف اللي احنا واقفين عليه هم اللي حمونا طبعا. اوكي طبعا. فطبعا عارفه تكتل حب الناس يعني. طبعا. فاللي انا اللي جنني اولا يسرى بعدت عني شويه. انا كل اللي يهمني طبعا يسرى معاها ناسها واحنا معانا ناسنا، فكل اللي يهمني ان ابني بس ابنها ايده اتسلتت. بس الحمد لله ان كان في ايد احمد الجزار ومحمد العلي وشريف بوليس وكده جامد قوي عليه. فانا قعدت فتره مش شايفاه، فده اللي حصل لي بانيك، وده طبيعي. الحمد لله كان في وسط زمايلي كلهم والسواق
وانا بقى الحمد لله شالوني حطوني في أنا عربيه رحت قعدت في الخيمة وقعدت عربية معاهم. سوزوكي ميكروباص. بشكر جدا جدا السواق اللي وصلني، وانا كمان بشكر سواق التاكسي اللي وصل والله وما خدش ولا حبيبي مقابل. اتخض. وبشكر ما خدناش كل العربية، الناس خدنا تاكسي، ها؟ اللي كانت مسانده اختهم وبنت بلدهم. طبعا. ويسرا كان عندك حاجه عايز تقوليها كمان؟ كنت عايزه اقول ان احنا امبارح حسينا بعزوه، المنظر كان عزوه رائع امبارح. عظيمه مصر من كلها. ولاد بلدنا، من شباب كبار صغيرين اطفال. مش قادره احكي لك، يعني امبارح كنا عايزه ايه بس يا مدام يسرا، طب عايزه تنزلي دلوقتي، طب ما تخافيش احنا هنطلعك. طيب انا قلت لهم انا مش خايفه، بس انا عايزه ناس معايا وانا خارج. طبعا. الحقيقه مش قادره احكي لك الجدعنه اللي فيك يا شعب يا مصري، بس ربنا يديمها علينا يا رب، يا رب وما حدش يعرف يفرق ان بيننا شاء الله. أبداً. لا ده اهم حاجه. عندي ده اهم سؤال بقى عام، وكمان يمكن سامو يحضرنا. احنا النهارده بنتكلم بعد 24 ساعه من المظاهره دي، وبعد 24 ساعه ما العالم كله شاف ان احنا موجودين وبنقول كلمتنا، ودلوقتي بنقول كلمتنا على المستوى الفني. اهميه ان احنا نقيم مهرجان القاهره السينمائي في كل الظروف دي على كل المستويات. يعني برضو من جديد المصريين والوطن العربي كلهم بيثبتوا خطوه جديده وايجابيه، ما بيبصوش لورا، بيبصوا لقدام، بيثبتوا للعالم كله انه برضو مصر الفن والرقي والابداع هو دلوقتي اللي احنا بنمشي عليه، هو الرساله اللي احنا بنقدمها كلها. ده الدليل انه الحشد الاعلامي الكبير الفني الكبير من الناس كلها. يعني برضه ارجع اقول تاني انه احنا الفن والابداع دلوقتي هو المنظر الاساسي للعالم كله. ما نبصش على السلبيات، نبص على الايجابيات، ده اللي احنا بندور عليه دلوقتي، وده اللي فعلا حاصل، ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. إقامة المهرجان السنة دي، وأنت خصوصا هتغني في الحفل بتاع الختام السنة دي، عايزة أعرف إيه الدوافع اللي كانت جواك إنك تكون مشارك بشكل إيجابي في المهرجان السنة دي، خصوصا إن السنة دي دورة استثنائية جدا ومختلفة. طبعا مدام سهير والدكتور عزت طبعا كلموني، كنت لسه راجع طبعا واخد افضل مطرب بالعربيه وافضل مطرب في الاردن، مبروك. وافضل الفضائيات المصريه كلها الحمد لله. مبروك، انا مش سامعه كويس الله بس يخليك. مبروك. أخد جواز. مبروك. مبروك يا فطبعا سام. يعني ده شرف كبير ليا الواحد انه يشارك مهرجان كبير زي ده، مهرجان دولي بيمثل يعني الفن والابداع في دول العالم كلها. فطبعا هقدم حاجه مختلفه، هتكون بالختام اسمها الاهرامات الاربعه. نقطه تحول هتكون او باوبريت مختلف تماما، هيقدم مصر والنظره الى الوطن العربي والنظره الى العالم. اكيد، وده فده اللي بيرجعنا هنقدمه تاني ان شاء الله. اكيد، وده بيرجعنا تاني طبعا. وبعد اذنك انا عايز اقول حاجه بس على اتفضل يا ريت. انا قاعد مع شمعتين مصر دي حقيقة. اللي هم دايما منورين العالم كله، فشرف كبير اني اكون معاه. وانا شخصيا اصلا يعني اول ما سمعت الاخبار اللي سمعتها دي، ازاي نقدر نقول كلام زي ده على اكتر يعني نجمتين. بس هقول لك محبوبين بس حاجه مش سامو، مصر، في لازم العالم. احنا تتعود، النهارده بننفي لازم كل تتعود. حاجة. طبعاً. اسمحي لي ان لازم تتعود ان اي حد شخصيه مؤثره طبعا. اكيد هيرموها بالطوب، نعم. اكيد هيقولوا عليها كل الموبقات اللي في الدنيا. طبعا. ما فيش حاجه، انا مش عارفه، مش شايفه ان في حاجه اتقالت. لا هم لا، يعني طلعوا يمكن ان في احنا فترة كبيرة كان ان في احنا كلام. ما كانش مترحب بينا خالص. لا خالص، انا على ما قريتش الإطلاق. ده في حته حقيقي يعني أنا ولا ما شفته قريتوش. ولا سمعته ولا اي وانا حاجه. بصراحه بعدين- الفيديوهات اللي شفتها ليكم غير ولا الكلام ده الصور اللي خالص. شايفاها والصور. شفت بتقول الصورة المعاني النهاردة ده. نازلة طبعا في الجورنال. طبعا. للاسف الشديد في فأنا- كتير قوي ناس يعني أنا مندسه يهمني. وبتعمل طبعاً. فوتوشوب وبيعملوا أكيد. حاجات غريبه أكيد. بس عايز جدا. أقول لكم عارفه حاجة؟ ايه اللي بيخليها تعمل كده؟ ان احنا بنسال عليها. لما بتبقى اي حاجه زي كده مليون واحد ما قراهاش و10 قروها وبيسالوا صحيح. عليها بالطريقه ده، هو ده اللي بيخلي ان في برويج. لكن انا شخصيا صاحبه الشأن ما سمعتش حاجه. عمري انتوا ما النهارده هقول. تمام كل اللي سمعته وموجودين. ان انا وقعت ودخت والكلام ده كله استرو. انا وقعت بس انا ما دختش ولا اغمى عليا ولا ما كنتش دايما بكمل. لازم في لا بس التاتش. طبيعي من الزحمه وقعت. طبعا أكيد. يعني طبعا. عادي، يعني ما فيش يعني حاجة. وانت بتتزقي اكيد يعني بتتزقي. كلنا- احنا النهارده إحنا من كلنا. خلال الهوا والمهرجان انا افتكر وانا بننفي ده. بتكرم في 2010 في اخر دوره في المهرجان القاهره، وانا لابسه وانا داخله كنت بقع، واللي مسكني اللي سندني كده الدكتور عزت. فيعني وانا داخله بس عايزه اقول لك ان وجودنا النهارده واجب قومي لمصر، بالظبط. واجب وطني يا يسرا النهارده. قومي ووطني، وسميه زي ما انت عايزه وحطي تحتيه مليون خط، لان مهرجاننا مهرجان مهم جدا. طبعا. مهرجان ليه اهميه دوليه،
واحنا لازم نكون موجودين ومتواجدين، وغيرنا منتظر ان احنا ننزاح من السكه عشان ياخدوا المهرجان. منتظر بشغف ومنتظر يعني مستني. وانا بحيي الضيوف اللي جم في الظروف اللي احنا فيها طبعا. بشكرهم جدا جدا. بشكر كل إدارة المهرجان، بشكر كل الناس اللي قاموا بهذا المجهود في أقصر وقت ممكن. صحيح. وإنه يطلع يلمس قلبك بالطريقة اللي لمس بيها قلوبنا النهاردة. كان ممكن لأني أنا النهاردة بجد بكيت بكى في نشوة، في حزن، في حب. بحبك يا مصر، كله كان بيقول بحبك يا مصر. فرح وشجن ونصر طبعا. وأحاسيس كتيرة جدا. ويمكن تفضلي يا أستاذة ليلى. بصي أنا يعني بجد الفنان المصري هيفضل طول عمره مبدع ومعبر وصاحب كلمة الشارع الحقيقية. المونتاج اللي كان النهارده في بحيي جدا المونتير، وبحيي الفكره، وبحيي اختيار الكلمات اللي قالت معاني كتيره جدا جدا. ميدان التحرير وولاد شعب مصر بيقولوها من تاريخ السينما المصريه العظيمه، اللي انا حبيت كل حاجه حلوه في الحياه من ديني ومن امي ومن السينما. اتعلمتني يعني ايه حريه، ويعني ايه كرامه، ويعني ايه شرف، وعلمتني وادتني انتماء للبلد دوت وعملي في ده. يعني كلنا النهارده كنا متاثرين بيه جدا، كلنا كنا تعبانين. وعايزه اقول لك مش يعني كلمه، كلنا كنا بنكلم بعض في التليفون قبل ما نيجي نروح ولا نروح علشان كذا. عارفه الام لما تبقى مريضه ومكسوره وتقوم تعمل الاكل لابنها وبيتها وجوزها واهلها عشان ياكلوا، احنا مجيتنا النهارده للمهرجان ده علشان المهرجان ده لازم يعيش ولازم يبقى. وكل الدول القادره جدا على انها تاخده ان شاء الله مش هتاخده، عشان احنا تعبنا جدا جدا عشان ناخد المهرجان ده 35 سنة. وهنتعب عشان نحافظ عليه. ميرسي لوزاره الثقافه، ميرسي لفنانين مصر اللي متواجدين النهارده، ميرسي لاولاد بلدي اللي موجودين في ميدان التحرير، ميرسي ليكو. يدي الصحه للدكتور عزت ابو عوف بجد بجد. ادي الراجل المصري الفنان، رجل موقف. الدكتور عزت ابو عوف، مدام سهير عبد القادر، وكل الكرو الشباب والناس اللي عندهم خبره، والاعلاميين والصحفيين والفنانين والمساندين. حقيقي كل دول بيعملوا كده عشان بيحبوا بلدهم. ممكن ينضم لنا دلوقتي المخرج خالد يوسف. اتفضل يا خالد معانا في القعده الرائعه دي. يعني مش قادره بصراحه ان انا افصل قوات. طبعا ما كنتش قادره افصل قوات بصراحه واعمل حوار منفصل، وكنت شايفاه، فكنت حابه انك تكون موجود معانا النهارده وبنتكلم عن اكيد المايك بتاع سام. خالد يوسف. كان يهمني ابقى موجود، وليلى ويسرا. امبارح يا استاذ خالد كلامك في التحرير انا كنت موجود. كلامك في التحرير كان كلام مش هقول غير ان هو كان فعلا مؤثر جدا. ربنا يخليك. احساسك ايه ان انت امبارح كنت في التحرير والنهارده في الريد كاربت في مهرجان القاهره السينمائي في الظروف دي؟ انا والله لما جيت هنا حسيت ان الثوره مستمره بجد. حتى جوه انا عيطت يا خالد النهارده والله، لان احنا بص اقول لك حاجه يعني، وده مش تنظيري اللي انا هقوله. الفن طول عمره بيحارب الافكار الظلاميه، بينتصر للنور وللتنوير وللتقدم وللتحضر، ودايما بيحارب الافكار المتخلفه والرجعيه. هي الثوره ايه غير كده؟ فالثوره بتصب في نفس الخانه اللي الفنون اتعملت عشانها. وبالتالي انا شايف حاجه عظيمه ان احنا نعمل مهرجان القاهره السينمائي في قلب الشارع مشتعل بثوره من اجل قهر الاستبداد ومن اجل اخذ الشعب ده لحريته. من وسط الاحداث هنا في الاوبرا المصريه وحفل افتتاح مهرجان القاهره وروح حلوه قوي. يمكن قابلت فنانين كتير جدا قالوا احنا جايين من ميدان التحرير عشان نبقى موجودين في المهرجان، وبعد المهرجان هنرجع تاني. يعني يمكن المهرجان دايما كنا بنشوف بهرجه في الازياء وفي الملابس وشو جامد جدا. انت ملاحظه ان احنا كلنا لابسين اسود طبعا علشان الشهداء، غير ما نتفق كلنا لابسين اسود علشان احساسنا بالحزن بالفرحه في معاني كتير جدا جوانا. يعني بجد بحبك يا مصر. انتوا النهارده بجد يعني انتوا اديتوا دافع واديتوا بوش جامده جدا، روح حلوه قوي قوي قوي. وعايزه اعرف النهارده هل المهرجان في خطر
لا خالص. لا انا اعتقد بعد، سوري يا استاذ خالد، لا ولا يهمك. بعد الافتتاح اللي ده مش في خطر، ده كسر ده الدنيا. ده ستار طارت في السينما كده، في السما كده بجد والله. انا سوري يا بشوف أستاذ ان خالد، اتفضل. لا مصر في خطر، ولا المهرجان في خطر، ولا الفن في خطر، ومصر دي عصية على اي حد. كبيرة قوي، كبيرة قوي، محدش. لا طب خالد يعني انا نفسي كلام جميل. اسالك سؤال، اتفضل. الاستاذ لو كان عايش كان ما زمانه في ميدان التحرير مش كده؟ دلوقتي بيتخانق وبيدبدب لما- في الارض وبيعيط استاذ يوسف شاهين كان هيجي المهرجان؟ ما احنا كان هيجي تلامذته المهرجان وهيرجع وبنكمل هيرجع المشوار. تاني. طبعا سورة طبعا. الحياة. اكيد. هو اللي قال علي صوتك بالغنى، ودي هو يمكن قال يعني ما فيش حاجه بنفتكرها غير الاغنيه دي، وحدوته مصريه، وكل الاغاني اللي بتحركنا لحد دلوقتي وكان عنده بتفضل نظرة تحركنا. للي بيحصل طبعا مستقبلية طبعاً. كتير، هو يعني على طول معانا. طول عمره مش يعني في افلامه من الستينات كانت عنده دايما رؤيه استشرافيه رؤية. للمستقبل. خالد يوسف النهارده والمهرجان ده واستمراريته ووجوده، وطبعا انت عارف انه كان لو ما كانش اقام السنه دي كان ممكن يتسحب مننا. النهارده وجوده والنجوم كلهم، وان ما فيش ولا حد من الاجانب او الافارقه اللي كانوا موجودين والوفود كلها ما حدش خالص اعتذر، كله جه. والله ما انا بقول لك مصر كبيره قوي، احنا مستقلين بيها، احنا اولادها مستقلين بيها. العالم بينظر لمصر بانبهار. عمرك ما تروحي بلد في العالم وتقول لهم انا مصريه او انا مصري الا ما يقول لك انا بحب مصر. انا بقالي 15 سنه مستحيل اسيب مصر. انت بقيت مصري خلاص يا انت سامو. خلاص بقالي بالتبعيه. 15 انت خلاص بقيت معانا. مش انا قادر بنسى اتحرك. انت ايه، انت حاسس انه مصري وانا طبعا. اصلا دوري، بحس انه انا دوري بقى دلوقتي، يعني دور المصريين في كل حاجه بيعملوها، انا بحس انه دوري بقى واحد معاهم. دور الفنان النهارده، دور الفنان بالظبط. النهارده، كل فنان بيقول كلمته من مكانه، ولكن فنانين النهارده كلهم نزلوا الميدان ونزلوا ووقفوا، كانوا كلهم كلمه واحده وايد واحده. انت لو تشوفي احتفال التحرير. الناس اللي الناس فهموه غلط بليلى ويسرى، كنت هتبقي مذهوله. يعني ناس فرحانين كلموني ده بيكوا، يسرى أيوة. وليلى ما اعرفش الناس والله العظيم أول ما بتتدافع حوالي. دخلنا تحيا مصر يسرى، يعني الناس لا كانت إحساسكوا عايزه كان تشيلهم إيه؟ فوق دماغهم. أعمل إيه؟ بس اللي دايما احنا عندنا لازم يبقى فيه اخبار صحفيه. لا اكيد، يقول بس لك- في اغتيال شخصيه، اغتيال معنوي. بالظبط. اغتيال معنوي، هو ده اللي لكن بيحصل دايما. الناس ما كانت حدش فرحانه حذركم. بوجودهم جدا جدا، الحمد لله. وتمحورت حواليهم. الناس بتحب الفنانين لانهم بيحبوا الحياه. الفن هو الحياه زي ما قال استاذنا عزت ابو عوف. فنزولهم الميدان انا رايي ادى وهج، مش فكره النجوميه وبس، لا، روحهم اللي فيها من جوه فن عملت وهج في الميدان، واعتقد انها هتدي دفعه للميدان ده انه يستمر الحمد باذن لله. الله الايام اللي أكيد. جايه. ان شاء الله. برافو عليكي خالد. انت عارف ان انا بعتقد ان انا نزولي في الميدان او ان انا اقول كلمه او انا اقول راي، اسمح لي، معرفش احساسي انا ان بيبقى في ناس كتيره قوي قوي ممكن رايها زيي وصوتها زيي، بس يمكن عندها خوف. لما بتلاقيني انا بقول ولما تلاقيني انا بافصح برايي، بيبقى هي بتحس انها ارتاحت تقدر. وبتشجع انها طبعا. اتنفست. برافو عليك. بتطمنيهم، بتطمنهم. مهمه قوي. وفي ناس تانية بتقدر انها تعمل كده. فاحنا بنمثل حقيقي كل فنان منا مع اختلاف ارائنا كلها، لكن هدفنا واحد، حبنا لبلدنا، وان ايدينا كلنا في ايدين بعض لمصر. فانا بصي، انا بقول الحمد لله ان ربنا اداني العمر ان انا اعيش الفتره الصعبه والقاسيه والهايله والناجحه اللي فيها مشاعر كتيرة قوي، خلتني بعد مشوار حياتي ده بني آدم عندي ثقة أكتر بكتير جدا، وإيمان بكل اللي أنا عملته في حياتي وبكل اللي حواليا، اللي احنا ايدينا في ايدين بعض أكتر بكتير. بجد أنا عايزة أقول حاجة، احنا اتفقنا نلبس اسود كلنا والله من غير والله تليفونات، كل تفكيرنا كده كلنا، مش بس، اسمحي لي، مش بس شهداء الثورة. أنا ما نسيتش بكل الأحداث دي شهداء أسيوط طبعا طبعا وشهداء أسيوط، أنا ما طبعاً. نسيتهمش. إلا شهداء أكيد. أسيوط. كل حاجة حصلت في دماغي وعايشة بيها وبفكر فيها، وإن شاء الله كل حاجة قلبك ترجع ما لمصر بينساش. زي ما ثورة مصر اللي هي ثورة 25 يناير الحقيقية كانت عايزة. وسينا وسينا وارض طبعاً. سينا سينا طبعاً. طبعا وظبطنا. الثوره مستمره والله. ثورة مستمرة. لا انتوا حصوا كده بس بنقول طبعاً. الكلام ده من سنتين. بتطمنا يا خالد النهارده، احنا عايزين ناخد منك انت الكلام. انا والله بتطمنا. انا شديد الاطمئنان ان أيوة. الشعب ده هينتصر. الشعب ده خرج دفع ضريبه الدم عشان يحقق الحريه لنفسه،
ولا يمكن ربنا هيبخل عليه بالنصر متى هو قدم كل اللي عنده. شعب خرج في خروج ما حصلش في تاريخ الثورات ما حدث في الثورة المصرية، ودي مش شيفونية مننا، ده العالم كله، العالم كله اتكلم على النموذج العظيم السلمي لهذه الثورة. فالثورة دي هتنتصر في الآخر، هتحقق أهدافها في الآخر، سيسود العدل وستسود معاني اللي خرج من أجلها الشعب المصري في الحرية وفي العيش وفي الكرامة الإنسانية وفي العدالة الاجتماعية. ان شاء الله. احنا عايزين نرجع تاني بقى نتكلم في اهم حاجه. المهرجان كنا بنقول في المقدمه انا وانجي، المهرجان مش فاير ووركس، المهرجان مش لبس وريد كاربت، المهرجان مش حاجه مش ضروريه، المهرجان هو ملتقى سينمائي ثقافي حقيقي مهم جدا في صناعه سينما في اي بلد في العالم. هل كان لازم يحصل المجتمع اللي انت عايش فيه، بتترجم كل لحظه في حياتك. ليه الناس كلها قاعده بتصور؟ دي لحظه ما بترجعش، دي بقت ماضي بعد ما دقت الكاميرا خلاص. فانت عندك لحظات بتؤرخ في تاريخ العالم باللحظات دي، بتغير مجرى شعوب، بتغير حياه، بتغير عالم من عالم. فالسينما دي من اهم الحاجات في حياتنا يعني. وليه دلوقتي واحنا يعني ناقصين ومش لازم البهارات؟ هقول لك حاجه، نرجع نقول تاني. سمعتوا الكلام ده؟ سمعت ميرسي يا مدام سهير، مبروك يا مدام سهير، جزاكم الله كل خير، ومبروك لمصر. احنا نقدر نحافظ على مهرجان القاهره الدولي، عشان المهرجان ده يقوم ويتعمل، ومهرجان مصري وطني مهم، مهرجان استثنائي كان صعب. دموعكم في عينيكم. انا نزلت دموعكم في عينيكم. الثمن ايه 80 يوم نزلت عشان دول، عشان الجمال دول. يا رب ربنا يخليكي يا لا مدام. بس انت من غيرك يا مدام سهير صعب قوي انه، وبعدين انا بحترمهم، فانا بدافع معاهم عن بنحترمك وبنحبك وبنقدرك مش اكتر من كده. فكان ده تحدي، وكان اوحش يوم ما اجلنا المهرجان قبلها بيوم، بس كان لازم نعمل، كان لازم لان انا نزلت الميدان فعلا حسيت لا، ان ما كانش نو واي ينفع. انه بس الضيوف الاجانب نزلوا الميدان نزلوا وجابوا وانبسطوا. العلم وكل اوكي، بس حلو. أيوة حلو طبعا. ان احنا شاركنا وهم شاركوا طبعا. حتى الضيوف انما ان ازاي الضيوف الاجانب كلهم كانوا معانا امبارح بالظبط. في التحرير او في التحرير طبعا. ومسكنا علم مصر. انا عايزه اوريكم ايوه مجموعه لهم تجربه يعني انا مجموعة مش جميلة عايزين جدا. جم كلهم جم وشاركوا طبعا، لان هم بيسمعوا انا عايزه اشوف مجموعه جميله هنا. لا ده انا عايزه لازم انا لازم الضيوف استأذن. انا كمان انا لازم استأذن. مدام سهير بجد يعني بشكرك عشان انت عظيمه وهتكملي المسيره، ومبروك علينا ومبروك احنا ما على نعرفش مصر، نعمل ويا رب مهرجان من احفظ غيركم. مصر. ده اكيد ان شاء الله. يا رب احفظ مصر. بتنوروا اي مهرجان. يسرا وليلى، ممكن اقول لكم حاجه؟ اتفضلي. مفيش مهرجان يتعمل من غيركم. يا رب ربنا يخليكي احلى يا مدام كلام، سهير. احلى كلام. ميرسي يا مدام سهير. ميرسي يا خالد. ميرسي ليك.